هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ فاكرين لما اتكلمنا عن فكرة ال12 فصل للألوان؟ النهاردة هناخد خطوة مهمة جدا وهنفهم مع بعض ايه هي الصفات اللي على أساسها اتقسمت الفصول دي. الموضوع ببساطة زي كأننا بنبني خريطة، في الأساس اللي هو الأندرتون، في أساس اللي هو الأندرتون، وفي صفات أساسية أو اللي بتكون ظاهرة أكتر، اللي هي الصفات الأساسية، وفي صفات ثانوية. والطبقات دي مع بعض هي اللي بتحدد فصلك بدقة. خلينا نشوف واشرح لك الموضوع كأني بديكي عدسات مختلفة تشوفي بيها نفسك، ونعرف ايه هي الست صفات الأساسية للألوان. لو بشرتك فيها لمعة ذهبية أو خوخي وبتبان مشرقة أكتر مع الألوان الدافية زي الأورنج أو الذهبي، يبقى الصفة الأساسية عندك دفء. ولو بشرتك بتميل للدرجات الوردية أو الزرقاء وبتتلائم أكتر مع الفضي والأزرق، يبقى انتي صفاتك باردة. ولو بشرتك وشعرك وعينيكي ألوانهم فاتحة بشكل عام، يبقى انتي غالبا بتنتمي للفاتح. ولو عندك شعر غامق أو عيون بارزة مع تباين عالي بين ملامحك وبشرتك، يبقى الصفة الأساسية عندك هي العمق. ولو ألوانك طبيعية مع لمعة واضحة زي عيون خضراء زاهية أو بشرة مشرقة من غير بهتان، يبقى انتي من الصافي. ولو كل ألوانك هادية وممتزجة مع بعض زي الشعر البني المتوسط مع بشرة بيج وعيون عسلي، يبقى صفتك هي بتكون السوفت أو المطفية. دلوقتي تعرفنا مع بعض على الصفات الأساسية للألوان، لكن الصورة برضو لسه ناقصة، لأن الصفات الأساسية بتحدد الاتجاه الكبير، لكن عشان نوصل لفصلك بالظبط لازم نضيف معاها صفات ثانوية تانية. والصفات الثانوية مش بتتكلم عن لون بشرتك نفسه، لكن بتتكلم عن شدة ونقاء اللون اللي بيناسبك. في حالة كنتي واضحة، فالألوان بتاعتك هيكون شكلها أندر وزاهية من غير أي ضبابية، يعني لو لبستي فوشيا أو تركواز صريح هيخلي وشك منور. أما لو كنتي مطفية أو هادية، فالألوان الزاهية هتكون زيادة قوي عليكي، يعني فالأفضل إنك تختاري ألوان هادية فيها لمسة رمادي أو مطفية زي الروز الغامق أو الأخضر الزيتوني. ففي حالة كنتي برايت، فالألوان القوية هتخلي ملامحك تبان واضحة زي الأحمر الفاقع أو الأزرق. ولو كنتي سوفت، فالألوان القوية هتغطي على جمالك، والأفضل ليكي تختاري أنواع ناعمة أو مخلوطة بدرجات أهدى. وخلي بالك، في ناس بتقول إن البرايت يعني كلير والسوفت يعني ميوتد، بس مش مهم الاسم، المهم انك تسألي نفسك انتي ألوانك بتبان أحلى مع الدرجات الزاهية الصافية ولا مع الألوان الهادية المطفية. كمان انت ممكن تسمعي المسميات دي بأسماء مختلفة، يعني مثلا الصفات الأساسية ممكن في حد تاني يقول عليها المسيطرة أو البرايمري أو الدومينيت كاركترستيك، والصفات المساعدة أو الثانوية برضو ممكن يقال عليها secondary أو supporting characteristic. دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي ندمج الصفات الأساسية والثانوية عشان نقدر نوصل للفصل المناسب. فاحنا عندنا هنا اللي بيميز التحليل اللوني ده اننا مش بنقف عند صفة واحدة، لكن بنركبهم مع بعض. انت بيكون عندك صفة أساسية وصفة تانية ثانوية. فهنروح الأول ونحدد انتي ايه من الصفات الأساسية، هل بشرتك فاتحة ولا غامقة، وأندرتونك دافي ولا بارد. وبعد كده هنشوف من الصفات الثانوية، هل الألوان الواضحة والزاهية أنسبلك ولا الألوان الهادية والمطفية هتبان أرقى عليكي. وعلى أساسهم هناخد مثال. لو عندنا واحدة مثلا أندرتون بتاعها دافي والصفة بتاعتها الأساسية فاتحة وألوانها زاهية، فهتكون كلير سبرينج، وهتكملي على كده أي ما كانت النتيجة اللي هتطلعلك. دلوقتي هنشوف صورة كاملة للفصول ال12 علشان تعرفي ايه ازاي الاساسي والثانوي بيحددلك الفصل اللي يناسبك بالظبط. وفي الاخر عاوزة اكد على حاجة، ان الاندرتون هو الاساس الثابت اللي تحت بشرتك، يعني هو اللي بيحدد اتجاهك الاساسي سواء كان دافي او بارد او نيوترال. واللي بيتغير حوالين الاندرتون هما الصفات الاساسية او الغالبة او الظاهرة اكتر، والصفات الثانوية اللي شرحناها. يعني تقدري تقولي ان الاندرتون هو الجذر، والصفات الأساسية هي الفروع الكبيرة أو الجذع الأساسي، والصفات الثانوية هي التفاصيل الصغيرة اللي بتكمل الصورة. يعني الموضوع مش خطوة واحدة، لكن طبقات بتركب فوق بعض. الأندرتون هو الأساس، والصفات الأساسية بتوضح أكتر، والصفات الثانوية بتكمل الصورة بدقة. وهنا هنشوف باليت الألوان لكل فصل من الفصول ال12 بشكل سريع، وبعد كده هنتكلم عن كل فصل بالتفصيل ونشوف ازاي تختاري ألوانك المثالية. وبكده نكون وضحنا ان كل فصل من ال12 هو نتيجة دمج بين صفة أساسية وصفة ثانوية فوق الأساس اللي هو الأندرتون، وده اللي بيخلي التحليل أدق ويخليكي توصلي للبالت المناسب فعلا ليكي، مش لأي حد تاني.
في الفيديوهات الجاية هناخد كل فصل لوحده، هنعرض باليت الألوان الكاملة ونشوف أمثلة من اللبس والمكياج وكمان الأخطاء اللي لازم نتجنبها. وقولولي في الكومنتات إذا الفيديو عجبكم. باي باي يا مبدعين، وأشوفكم على خير إن شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.